السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم وهنعمل حلقة عن تهجين الحمام. يعني لو انت عايز تطلع لون جديد في الحمام، او لو انت عايز تشتغل على الحمام وتطلع منه سلالات وحاجات تكون غير المعتادة. ازاي؟ انا هدي مثال عن اللي انا شغال عليه. في نوع من الشقلباز، لون اسمه الريتش ألمون. في ناس بيسموه رزي، وفي ناس بيسموه مبروس، وفي ناس بيسموه اللي هو الريتش ألمون كده. يعني الحمامية دي بتيجي ازاي او بتطلع ازاي؟ مش اي حمامية منقطة يبقى ايه ريتش ألمون. بيكون ليها يعني ايه، بيكون ليها معايير. يعني مثلا تكون الريشة بتاعتها الدبورة خضراء ودبورة رصاصي، دبورة خضراء ودبورة رصاصي، دبورة صفراء على حسب بقى، هي ليها كذا لون. تمام. مثال اللي هو ده الريتش ألمون. تمام. بيكون كده، بيكون المنظر ده كده. احنا بنعمل ده يمني ريتش. تمام. انا بدخله على الشقلباز علشان يصغر حجمه، اللي هو الشقلبازات الاسبانيات، يعني الناس بيقولوا عليها كده، او الشقلباز المصري العادي. حته زي دي بجيبها بدخلها على الشقلباز بتاعنا علشان يبدا ان هو يسحب منه اللون ويفضل موجود في السمه بتاعته. بتعمل ازاي الكلام ده يا حاج، او ازاي الكلام ده بيتم؟ عن طريق حاجه من الاثنين. اي لون عايز تجيبه دايما روح للاب. الاب الحمام يعني يعني لو في لون طالع معين يبقى طالع من الاب. تمام. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك حمامية صفراء وحمامية حمراء، هما الاثنين بيجيبوا حته صفراء وحته حمراء. عايز يجيبوا الاثنين صفر في الاغلب خلي الذكر هو الاصفر. عايز يجيب الاثنين حمر خلي الذكر هو الاحمر. تمام. فانت هتجيب ذكر زي ده، هو الحمام ده نادر شويه، هتتعب اول ما تلاقيه بس موجود يعني. تمام. هتجيب حمامية زي دي كده ريتش ألمون، وتقوم جايب نتايه صفرا شقلباز. بس انت برضو تستحسنها، يعني تكون نتايه تكون ايه حجمها صغير. هجيب حته تبصوا عليها، يعني حته زي دي كده. حته تكون شرابها عالي وجامد، عشان لما تخش عليه ما تضايقكش في الشغل. تمام. ويكون حجمها برضو ما فيهاش حجم، تكون عامله زي اللعبه كده، تكون صفرا. تمام. لما تديها له اللي هيطلع معاك ايه باذن الله، يعني ممكن يطلع لك حته صفرا وما تيأس. يعني هي مش بتيجي في يوم وليله، دي بتاخد سنه او سنتين، وكمان ممكن تخش في 3 سنين. ما تيأس يعني. تمام. هتدي لها حته صفرا، بعد كده هتقوم مديلها حته صفراء، هتطلع لك ضن ده اللي هو الكموني. وعندنا حته هنا بس مفيش هنا ضن يعني بيبقى لونه واحد زي ده كده، بيبقى عامل زي ده كده. ممكن تطلع لك حته ضن زي دي. تمام. او حته صفراء، ايا كان. هي مش هتفرخ من اول مره حمام شقلباز عدل، هتطلع لك برضو شويه تعب يعني. هتطلع لك حته ضن، ده اللي حصل معايا. طلعت حته ضن، بعد كده حته الضن دي انا اديتها ليه؟ لفرد حمام تاني شقلباز. تمام. طلعت لي ايه بقى؟ اوريك اهو يا عم، بس انا خريطه. ده الناتج بتاعها شقلباز، بس الدبك بتاع او الدبابير بتاعته رصاصي. هو لسه عايز يترد تاني على حمامية تكون نفس اللون ده اهو. حمامية تكون نفس اللون ده، هم اصلا قريبين قوي لبعض. ده ذكر ودي نتايه. اول ما يكبروا وخدت الشراب الجامد بتاع الشرابات، بس انا خريطها. بص هو شرابها تقيل اهو، اهو. تمام. اهو الشراب بتاعها تقيل وفيها خناجر وكله تمام، بس هي لسه عايزه تتلقي تاني على فرد زي ده. لما انت تدخل دي على دي هيبدا يظبط معاك في الفرخ. حمام برضو يكون كويس. هنجيب حته تتفرجوا عليها ثواني. اهي يا معلم، اهي
اهي دي وصلنا شويه للريتش، بس ما بقاش ريتش كامل. تمام. هو ده يعتبر اللون، بس الشراب برضو معايا قل، لسه عايز يتضرب تاني. لو ده طلع ذكر عايز يتضرب تاني على النتايه الشلبازيه ام شراب تقيل، هتبدا تظبط معاك، والحجم صغر وكله بقى زي الفل، والشراب كمان اهو، بس لسه رخرته من ان انا نازله من هنا وانا بيبي الدم بتطلع عليه. تمام. فلسه يعني هو عايزه شويه شغل. بس في حاجه زي كده انا بحب قوي الموضوع ده. ليه؟ اول حاجه كل سنه في الحمام وبيطلع حاجه موضه، مفيش حاجه بتفضل ثابته. يعني قعدنا شويه مع السفره، قعدنا شويه مع البيض، شويه مع السود، شويه مع الزرق. يعني جت في فتره الزرق اللي هم الطحاينه الشلبازيات، تسال على القص يقول لك 1500 جنيه، 2000، 3000. كان سعرهم تقيل جامد. بعد كده جينا على الاسود اللميع ابو عظم ابيض، اللي هو اللي بيكب زي اللي بيبقى بيلمع حماميه سودا، بتبقى جامده يعني. اهو. تمام. اهو والحجم كان صغير والعظم عامل زي البلومي اهو. جه في فتره وكان برضو ايه جت عليه يعني كل وقت وبيجي عليه ايه ليهم طلب. ودلوقتي مشغلين السفر اللي حجمهم صغير عامل زي اليمام، دول اللي ليهم سوق دلوقتي. فانت دايما خليك متنوع وخلي عندك كذا حاجه. انا غلطت غلطه ان انا في يوم جبت حمام شقلباز اصفر بس دلوقتي بدات ايه ادخل شويه الوان تاني، بحيث ان انت يبقى عندك تشكيله، عندك اصفر واحمر وازرق وطحيني والحاجات دي كلها. ففي الوقت ده انت بتبدا ان انت تشتغل ويبقى عندك تشكيله من الالوان، لما تيجي تبيعها تيجي تبص تفرش كذا لون، الدنيا معاك بتشتغل. تمام. وهي الحماميه بتاعتها في الزق، هي الشغل بتاعها في الزق يعني كويس مش وحش. تمام. بتزق عيالها ومفيش منها اي مشاكل والدنيا معاها كويسه. دون عن الحقيقه ابو عظم صغير اللي هو صغير ده اللي بيقعد يتعب في الزق والحاجات اللي زي كده، فبيبقى مقرف. لكن دي حماميه كويسه وانت بتفرخها وعايز تطلع منها الوان. واللي طالع موضه اليومين دول في ليبيا، وباذن الله هيبقى في مصر برضه، اللي هو الكريست، بيدخلوا عليه الشرشلي بيسموه مخدوم على الشرشلي، منزله كده ويقوم طالع له شوشه. لو حته زي دي طلع لها شوشه وكانت مبروسه او كانت يعني زي ما بيقولوا كده ريتش، ممكن تعدلها مثلا ب 10000 جنيه. تمام. يعني في برضه شويه حاجات في الحمام بسم الله ما شاء الله، هي ورياضه كويسه، وبتمنع برضه الناس يعني عن حاجات كتير وتلاهي، بدل ما تنزل تقعد على القهوه ولا تنزل يمين او شمال. حاجه كويسه يعني، وفي الاخر برضه في منها مصلحه وفي منها فايده. تمام. وفي حته ثانيه برضه اخوها هنجيبها ونيجي ثواني. اهوت. بس بقى طالع حجمه كبير، دي مشكله. فانا بستحسن الصغيرين، يعني اللي بجيب كل اللي حجمهم الصغير واجوزهم لبعض، بحيث ان انت تعمل زي عمليه انتخاب او عمليه فرز، تنقي كل حماميه فيها المميزات الكويسه. يعني ده انا هستبعده عنهم بصراحه، فاهمني، او هعمله حضانه او اي حاجه. لكن مش هو اي نعم في الريشه ومظبوط وكل حاجه، بس ممكن في يعني في ايه في حالات بسيطه قوي ان انا ايه استخدمه. لكن غير كده انا هعمله حضانه. يعني هو عشان حجمه كبير انا مش هخش معاه في برضه في ايه في شغل. الحمام التاني بقى اللي حجمه صغير، اللي بيهز رقبته، اللي واقف على صوابع رجله، واللي واطي على الارض والحاجات دي كلها، دي انا هسيبها، هبدا اشتغل عليها بحيث ان هي تعرف تزود لك من السلاله، وتعرف تبصم معاك في السلاله، تعرف ان انت تعرف تعمل من وراها بيت، او ان انت تعرف تعمل من وراها سلاله تكون محترمه وتثبت معاك اللون. لكن اي حاجه تانيه هتقعد تدخلها بقى عليها انت هتتعب، والحمام هيبقى مش مظبوط، وهنقعد نخش في متاهات ما يعلم بها الا ربنا. تمام. وانت رخم قوي. خلاص ماشي. دي كانت ايه يعني يعتبر كده ايه الخلاصه بتاعت الحلقه عن التهجين وازاي انك انت تطلع حماميه كويسه والكلام ده كله. ولو في اي برضه مشاكل او في اي حد عايز يستفسر اي استفسار، يكتب في الكومنتات او يكلمنا على التليفون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.